أرني سلوت ليس مجرد رجلا عادي، بل أنه أفعى متنقلة، فالشخص الذي يستطيع أن يخدع بايرن ميونخ ويخطف منهم فيرتس في اللحظات الأخيرة بمكالمة هاتفية واحدة، ويستطيع أن يقنع إدارة ليفربول بأن تدفع كل هذا المبلغ في لاعب واحد، فهو بالطبع ليس رجلا عاديا. في الوقت الذي ظن فيه الجميع في بايرن ميونخ أن فيرتس رسميا سينضم إليهم عاجلا أم آجلا وبدأوا في المماطلة وعدم إنهاء الصفقة، تدخل أرني سلوت بمكالمة هاتفية مفاجئة واحدة مع فيرتس، واستطاع أن يقنعه بالانضمام إلى ليفربول بكل سهولة. أرني سلوت تحدث مع فيرتس في المساحات التي سيأخذها في ليفربول وأدواره المتنوعة مع الفريق، بالإضافة إلى أنه سيضمن تواجده في التشكيلة الأساسية، مما جعل فيرتس عينه تلمع من الفرح ووافق على الانضمام إلى الفريق. وفي الجهة الأخرى استطاع أرني سلوت أن يقنع إدارة ليفربول بأن تدفع 150 مليون يورو ليخطف اللاعب، والجميع يعلم أن ليفربول لا تدفع كل هذه الأرقام لجلب لاعب واحد، ولكنه في النهاية أقنعهم. كيف؟ لا أعلم، ولكن الذي أراه أن ليفربول بعد جلب فريمبونج وفيرتس فإنهم سيحتلون العالم بأكمله الموسم المقبل وجميع الألقاب، ولكن هذا دورك أنت. اترك لنا رأيك في التعليقات وقل لنا هل سيحتل ليفربول أوروبا بأكملها العام المقبل إن جلب فيرتس أم لا؟ وإلى اللقاء.